بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جينا لكم اليوم إن شاء الله بإذن الله التحضير كيفاش غنحضروا بسطيلة ديال الدار لكل سيدات، وما شاء الله على كل مرأة ديال المغربية راه تبارك الله عليها فهادشي ديال التحضيرات ديال المنزلية ديال البسطيلة والحاجة اللي كتحتاج. ان شاء الله نبداو على بركة الله. معنا 2 كيلو ونص ديال الدجاج، معنا اللوز 6 كيلو ديال اللوز مسلوق حطيناه على جنب، معنا كيلو ونص تاع البصله، معنا 12 بيضه، معنا معلقه صغيره ديال الملحه، 3 المعالق ديال سنيده، هذه القرفه، معنا مروزيه معلقه صغيره، وهنا التوابل معنا معلقه ونص ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال السمن، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معنا القزبر المعدنوس، معنا كاس نص ديال زيت العود والنص ديال الرومي مخلطينه، وهنا النسمه ديال الزعفران شعره اللي خلطناه في كاس تاع الماء. وغنبداو لكم ان شاء الله التحضير ديال كيفاش غنحطوا الدجاج. كنحطوا الدجاج كنحطوه في الطنجره كما شفتوها. نبداو على بركه الله. بسم الله. هذا الشيء كنحطوه ها هو كنديرو هنا، وهي على بركه الله. يعني حاجه عاديه مبسطه، يعني الطريقه ديال التحضير ديالها كيفاش كان غنحضروها وكيفاش غنديرو لها. بقاو معنا. واللوز هذا راه حيت سلقناه وغنقليوه باش غنديرو ان شاء الله حتى هو. هذه غنبداو نحطو ان شاء الله باذن الله. هذا البزار كنحطوه، الخرقوم بلدي على حقه وطريقه يعني الحاجه مبسطه. السمن معلقه صغيره ديال السمن، شكينجبير كما قلت لكم معلقه ونص. هادو كنحطوهم كلهم، كنديروا هاد التوابل كنزيدوا لهاد الشيء كلشي اللي كنحطوه راس الحانوت. بسم الله. يا هادي كلشي هنا، كلشي مع المروزيه وكلشي اللي كتبقى. بسم الله. الزيت بسم الله بسم الله. لا، وهذا اللي خلطناها نحطوه حتى هو. الزعفران شعره حطناه. بسم الله. هادو كلهم كنحطوهم كنرقدوهم. الملحه، وهذا القزبر، كلشي كنخلطوه كلشي باش كنرقدوه باش تندمج معنا الطريقه اللي ديال البسطيله. ودابا ان شاء الله غنوريكم هاد السنيده حتى نديرو ونجيكم ان شاء الله حتى هي هذه اللي غنديروها حتى هي ان شاء الله مع البصله والشغلو، باش تشوفوا الحاجه كيفاش كنديروا لها الطريقه ديال التحضير ديال البسطيله. دابا هاد اللي حطيته هكا غنرقدو شويه بما طلق عاد باش غنديروا التحمار باش يتحمر مزيان، تاخذ مع التوابل عاد باش غندوزو المراحل ديال البصله والطريقه كيفاش التحضير ديالها. بقاو معايا وما تزعبوش. من بعد من خليناها تترقدت مزيان التوابل ديالها، دابا ها هي دابا كتشرب مزيان داك العطريه ديالها اللي ملي كتخليو الدجاج تبارك الله كياخذ التغميره ديالو وكياخذ هذيك الإقامه. هذه هي الطريقه. كنخليه دابا كيغلى وما كنحطوش دابا البصله، يعني البصله كنخليو حتى يتحمر مزيان الدجاج وكياخذ هذيك التوابل ديالو. عاد باش نحيدو الدجاج عاد باش نضيفوا عليه البصله باش تبارك الله كياخذ الطريقه ديالو، يعني حتى يتحمر الدجاج مزيان عاد باش كنزيد عليه البصله.
بقاو معايا ان شاء الله، وغنوريكم كيفاش حتى الكماله الاخرى ديالها ان شاء الله باذن الله. ها هو دابا يا تبارك الله راه خد الدغميره ديالو كما شفتوا. انا دابا غنلوح البصله. بسم الله. انا حط البصله، يعني كل واحد كيبقى الطريقه ديالو، ولكن انا ملي كنحط التوابل كلهم راه كياخذوا الشكل ديالهم والنكهه ديال الطياب ديال اللي كيدار. ها شوفوا اللون ديالو ما شاء الله. انا عزيه بحال ما هكا، وكيبقى كل تبارك الله كل سيده الطريقه ديال التحضير ديالها ما شاء الله. يعني كنحركوا باش نردوا الدجاج. ها هو كنردوا الدجاج الفوق والبصله كنحطوها لتحت باش كنخليوه دابا يطيب. ها هي هذه الطريقه اللي كتكون زوينه، يعني ملي كتحطوا التوابل. ها نتوما دابا كتشوفوا يعني التحمار ديال اللون ديالو كيخاد، ودابا كيخاد. دابا نخليه دابا في البصله، نخليه دابا هاد البصله غتطلق مزيان، خليه تيطيب مزيان باش ملي تجيو تذوقوا النسمه ديال الدجاج في بسطيله كتلقاو هذيك اللذه ديالها والنسمه الطريقه ديال تخليوه شويه يترقد وكتديروا عليه يتشحر. انا حيت حطيت التوابل كلهم، وكتبقى على حسب السيدات. كاين اللي كتخلي تيترقد الدجاج وتبدا تحط البصله والربيع. انا لا، الطريقه انا كتعجبني، وانتم راك شفتوا حتى الشكل ديالها، وما نقولش لكم على الرائحه ما شاء الله. يعني ها هي الطريقه هذه. دابا ضفنا البصله، من بعد خليناه حتى خد التحميره ديالو تحمر مزيان. ضفنا البصله، من بعد ما حطينا البصله ها نتوما شفتوا، يعني ضفنا ديك البصله حتى هي. من بعد ما خد الدجاج التحميره ديالو يعني تحمر مزيان، ضفنا البصله. دابا غنخليوه دابا يطيب باذن الله. وكتبقى كل سيده يعني على حسب الطريقه ديالها. كاين اللي كتخلي تيدير الدجاج عاد باش كتضيف البصله والقزبر بالدنوس. انا عز عليا ضفت كل شيء وضفت دابا يلا ضفت البصله. دابا هي هذه، ها هي الطريقه. كشوف التحميره ديالها محمر تبارك الله. دابا كنخليوه يطيب، كنخليوه تبارك الله مع ديك البصله حتى ياخذ الشكل ديالو، وان شاء الله نجيكم في المرحله الثانيه. وبالنسبه الدجاج راه منين كتخليوه يترقد في ديك التوابل كلهم اللي ضفت ملي كتجي تاكلوها راه تبارك الله كتتمنوا او كتلذوا تبارك الله الطريقه ديال الدجاج كيفاش التحضير ديالها. وكتبقى سبحان الله كل سيده والطهي ديالها. المهم خليكم ها هو تبارك الله تنجيكم المرحله الثانيه. من بعد ما خدت نص طياب ديالها، دابا غنزيدو 3 المعالق ديال سنيده. خلينا البصله حتى خدت نص طيبه. ملي كتخليو نص طيبه كنزيدو 3 المعالق ديال سنيده باش تدخل مع الطياب مع الدجاج. بسم الله. ها هي الثانيه. الثالثه. هذه كنخليوها باش كتدخل مع الدجاج والبصله. ملي خلينا نص طيبه باش فيه يندمج، وكنخليوه دابا كياخذ الطياب ديالو. من بعد ملي كنزولوا ان شاء الله ملي يطيب الدجاج والبصله كنزولوا الدجاج وكنضيفوا البيض. هذيك 12 بيضه اللي عندنا حنايا، حيت ما خايداش كون كانت كبار غناخذوا 9، لكن خايده انا ممين صغار غدرت 12 بيضه، او على حسب الاختيار، او ديري 11. يعني كتبقى لك على حسب الاختيار اللي بغيتي باذن الله. المهم كنرجع لكم ان شاء الله في المرحله الثانيه. من بعد نحيدوا الدجاج تبقى على البصله تاخذ هذيك التقاليه الدغميره ديالها، ونديروا لهم البيض ونحركوهم. تنجيكم ان شاء الله في المرحله الثانيه. بقاو معايا وما تزعفوش. منين دابا طابا تبارك الله دابا الدجاج دابا غنحيدوه، دابا غنزولوه نحيدوه.
باش غنخليو كتشرب هذيك التخميره باش غنضيفوا عليها ان شاء الله البيض. كنجيب هذه نحطها مزيان هكا، كنزيلو الدجاج اللي طاب كتشوفوه ها هو، شفتوا الشكل ديالو تبارك الله. هي هذه كنحطوه هنا ها هو، تبارك الله. دابا غتبقاو معايا حتى غنحيدوه وكله غنحطوه حتى يبقى ديك التوابل كلها تشرب عاد باش غنزيدو معاها البيض باذن الله. ها هي دابا نشفات ليا التخميره كما كتشوفوها، ها هي نشفات، بقيت كنحرك فيها كتخليها على البوطه مهيله على ندير عاد باش كنجيب دابا. ها هو البيض هو هذا، كنصبوه نحطوه بسم الله صافي، كنحركوه مزيان، كنبقاو نحركوه مزيان، ما كنوقفوش على التحراك، ديالو باش هادي كنبقى نحرك باش ياخذ ليا ديك التغميره، خلط مع ديك التغميره اللي درنا. هي هادي كنبقى نحرك، باش يتفاعل. هذا راه مزيان طريقه باش كتخليها تدير. دابا غنزيد على البوطه شويه ونحرك، غنحرك حتى تعقد يطيب معنا البيض. هذه هي التخليطه اللي كنديروها ديال البيض مع التغميره باش كتجي غزاله. غنبقى دابا نحرك هكا حتى نرجع لكم في الاخير باش ما نطولش عليكم، باش غنبقى نخلطها تنشف، حيت احسن حاجه ملي كتخليوها التغميره تنشف باش ملي كديروا دابا البيض باش كتبقى تحركوا فيه حتى ينشف. نبقى معاكم نبقى شويه ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. ها هو البيض تبارك الله شتيه ديجا، ولكن راه كيبغي شويه تبارك الله خدموا لها بغيتي الحاجه هكا كتبقاو تحركوا كتخدموها مزيان. هذه هي الطريقه. هو شو تبارك الله كي جا. دابا غنحطوه على جنب وندوز لكم ان شاء الله المرحله الثانيه. وهذه الطريقه ديال اللوز اللي قليناه نص قليه، حطينا معاه معلقه ديال القرفه، 3 المعالق ديال السكر كلاصي او اللي كتبقى على حسب الاختيار. كتقدري ديري سكر كلاصي، كديري السنيده، يعني كتبقى على حسب الاختيار. وكندير فيه كنزيد واحد المعلقه ديال العسل، كنحركو مزيان وكيندمج. هذه دابا هذه الطريقه ديال حطينا الدجاج، وهادو حطينا دابا الدجاج فرشناه، درنا تفريشه ديال الدجاج حطينا مزيان. هي هذه كما كتشوفوها، هذه الطريقه ديالها. كندير واحد التفريشه ديال البيض، هي هذه كنديروا ديك التفريشه ديال البيض كنفرشوه مزيان، كنفرشوها باش كلها كتاخذ ديالها. عاد باش كنديروا واحد الورقه حتى هي، كنديروا ورقه ملي كنحطوها كنحطوا كلها. ملي كنديروا البيض كنديروا التفريشه ديال الورقه، عاد باش كندير التفريشه ديال اللوز كنغطيوها كلها. عاد باش كنبقاو نجمعوا هذيك البسطيله ديالنا كنجمعوها باش كتجي كالطريقه ديالها عاطيه الشكل كما غزال. وكما كتشوفوا راه ديال البسطيله ديال الدار اللي الصراحه كتجي هائله ورائعه. يا هادي انتما كما كتشوفوا دابا حطينا كلها، درنا ديك التفريشه. دابا غنديروا التفريشه ديال الورقه اللي باش ملي كنحطوها كنحطوا ديك اللوز، حيت لابد كديروا هذه باش كتجي ديك الطريقه كتجي زوينه وكتبقى كل سيده على حسب الطريقه. هي هذه هي التفريشه ديال اللوز اللي حطيناها بعد ما دهنا بالزبده وكنسدو. دابا كنديروا هاد السده كنطرقوا باش كنسدوها. هي هذه باش كنسدو هذه كنمشيو على هاد الحال حتى تندوروا البسطيله ديالنا كلها كندوروها. هذه كنبقاو نمشيو على كلها كنمشيو عليها. هي هذه كنبقى ندور هي هذه، ها هي صافي كنلفوها كلها
وهذه كنديروا 3 الورقات باش كنلفوها، راه كتجي هي هذه، وكنبيتوها في الثلاجه ليله كامله باش كتجي لينا. ملي كنبيتوها كنبغيو نحطوها، ها هي دابا يا هذه باتت، من باتنا في الثلاجه شكي كتصبح، من بعد كنخشيوها في الفران، يعني كتخشى في الفران كتجي هائله. يعني نصيحه للسيدات بيتوها في الثلاجه الا بغيتو طيوها باش كتجمع، يعني ملي كتجمع هذا باش كتحطوها. وهي غنوريكم الطريقه الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. هذه هي الشكل النهائي ديالها بالصحه والراحه، وان شاء الله ديروها في البيت، وغتبقى كل سيده على حسب الاختيار ديالها. وهذا زوقناها بإيفيلي وزوقناها بالقرفه والسكر كلاصي، وبالصحه والراحه ان شاء الله. الى الملتقى مع حاجه جديده ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تنجيكم بحاجه جديده، وان شاء الله تكون تعجبكم. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى باذن الله وبحاجه جديده، والسلام عليكم.